إصابة العشرات من المشجعين الأردنيين في صدام مع قوات الأمن بعد مباراة لكرة القدم. أصيب عشرات من المشجعين الأردنيين اليوم بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الوحدات والفيصلي الأردنيين. وقد وقع الحادث على أثر محاولة قوات الدرك الأردنية تفريق المتفرجين الذين كانوا يحاولون الخروج من بوابات الاستاد الرياضي. وبحسب شهود عيان فإن مؤيدي نادي الوحدات الذين كانوا يحتفلون بفوز فريقهم على فريق الفيصلي فوجئوا بقيام قوات الدرك الأردنية بضرب المشجعين الذين حاولوا الخروج من الملعب، ما أدى إلى انهيار سياج حديدي داخل الملعب حيث تسبب بوقوع إصابات عدة. ومعنا من عمان مدير مكتب الجزيرة ياسر أبو هلالة. ياسر، ما القصة الكاملة لما جرى؟ القصة مقلقة جدا، الأردنيين ينظرون بقلق إلى هذه المباراة. القضية ليست رياضية ولا مشكلة بفوز فريق على آخر، المشكلة أن الفريقين يعبران عن انقسام اجتماعي بين الأردنيين من أصل فلسطيني وبين الشرق أردنيين. هذا الانقسام يعبر عنه بالهتافات ذات الطابع العنصري من الفريقين في المباريات. وهذه بالمناسبة إحدى وثائق ويكيليكس أشارت في برقية للسفارة الأمريكية من عمان تشير إلى هذا الانقسام وإلى خطورته. ما حصل اليوم حسب ما سمعنا من شهود عيان ومن الصحفيين الموجودين كان كما وثقته الصورة بالضبط. جمهور الوحدات كان يحتفل وتدخلت قوات الدرك بشكل غير مبرر وغير مفهوم. يعني عفوا ياسر، يعني حتى نفهم التصنيفات، فريق الوحدات المحسوب على فريق الوحدات هو فريق مخيم الوحدات، نعم. يعبر عن الأردنيين من أصل فلسطيني بالضبط. طبعا هناك مزيج، يعني فريق الفيصل يوجد فيه لاعبون من أصل فلسطيني. المجتمع ليس منقسما، يعني المجتمع ليس منقسما، لكن هذه النوادي تعبر عن نوازع عنصرية وانقسامية في المجتمع. التغاضي السياسي عنها سيفاقم هذه المشكلة ويجعل منها ظاهرة كبرى، وهناك من يركبون موجة الفتنة من اليوم. من نتيجة هذه المباراة هناك أصوات فتنة بدأت تطل برأسها وتحرض وتريد أن توسع نطاق الفتنة بحيث تنتقل من فريقين إلى مجتمعين. العلاقات الأردنية الفلسطينية في بعدها الداخلي لم تتضرر منذ وحدة الضفتين في عام 1950، وهناك مواطنة أردنية كاملة للأردنيين من أصل فلسطيني الذين حصلوا على الجنسية قبل الوحدة في عام 49. القضية يوجد انقسام، هذا الانقسام يتغذى من أجواء المباريات والهتافات العنصرية والتي قد تستغل بعض التداعيات السياسية. القضية مقلقة بسبب الفشل السياسي في التعامل مع هذا الموضوع. هذا الموضوع مقلق ومشكلة مزمنة، وفي كل مباراة يضع الأردنيين أيديهم على قلوبهم ويتمنون أن لا يكون هناك وفيات في هذه الإصابات. هناك 250 إصابة، الدرك يقول أن لا يوجد أي حالات وفاة، ومصادر رفيعة المستوى قالت لا يمكن إخفاء أي حالة وفاة لأنه في النهاية سيكون هناك جنازة وتبدو الحكومة بمظهر الكاذب. لا يوجد أي وفاة حتى الآن، وهناك عدد كبير من الإصابات، 250 إصابة و25 إصابة في أوساط الدرك. لكن القضية حتى الآن هذه مشكلة متكررة في كل مباراة بين الفيصل والوحدات، يوجد فشل سياسي في التعامل معها. الأوساط السياسية الأردنية قلقة من هذه الظاهرة ويخشى أن تؤدي إلى انقسام داخل المجتمع. المشكلة الأخرى غير الانقسام الذي يعبر عنه بهتافات ذات طابع عنصري وفج، هناك قضية تعامل قوات الدرك مع الجمهور. قوات الدرك لا يوجد محاسبة لها، يعني لم يتم محاسبة، لم نقرأ في وسائل الإعلام عن أي محاسبة لأخطاء الدرك، سواء في تعاملها في أيام حرب غزة أو في تعاملها في إضراب عمال الميناء أو غيرها من الأحداث. هناك تحقيقات على ما يبدو أنها سرية ولا يطلع عليها أحد ولا يتخذ عقوبات رادعة بشأنها. هناك منظمات حقوق الإنسان تشكو من هذا التعسف في استخدام القوة. هذه الصور واضحة جدا. الجمهور الصحفيين
ومن بينهم فريق الجزيرة يؤكد أن لم يبادر الجمهور بالاعتداء على قوات الدرك، والجمهور كان يحتفل وهو الجمهور الفائز. عادة الذي يعترض ويتشاجر هو الجمهور الخاسر، وقامت قوات الدرك بإخراج الفريق الخاسر من المباراة وبقي الفريق الرابح. الآن هذا التصرف من قوات الدرك لم نسمع حتى الآن عن تحقيق ومحاسبة. شكرا لك. في مرات سابقة جرى فيها مثل هذه الأحداث. شكرا لك. نحن أمام مشكلتين، مشكلة الانقسام ومشكلة التعسف في استخدام القوة. حتى الآن الحكومة تؤكد أنه لا يوجد وفيات، وأن المسألة ستخضع للمحاسبة والتحقيق والتدقيق، ولكن الموضوع مقلق ولابد من تعامل سياسي على أعلى مستوى معه. شكرا لك ياسر أبو هلال، كنت معنا من عمان.